المفكر العربية الدكتور عزمي بشار. دكتور، إذن حزمة من الإصلاحات على مختلف المستويات السياسية واجتماعية واقتصادية أعلنها دفعة واحدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ربما في توقيت لم يكن متوقع على الأقل. ما تفسيرك؟ وكيف تقرأ هذه الإصلاحات؟ يعني أريد أن أذكرك أخت ليلى، مع أنه طبعا هذا لم يكن متوقع، ولكني أستطيع من معرفتي في تاريخ الجزائر وزياراتي الأخيرة للجزائر أنه الجزائر هي أول بلد عربي بدأ بالإصلاح الديمقراطي قبل الجميع، وكانت فيه انتخابات وكادت تتحول إلى عملية تداول سلطة، ولكن تحولت كما تعلمين إلى انقلاب وإلى عصيان مسلح كلف هذا البلد طويلا، ونحن في حينه فعلا تصدعت قلوبنا لما يجري في بلد ثورة المليون شهيد، وهو بلد يعز علينا جميعا ونحبه جميعا ونحب عنفوان أهل هذا البلد. ولكن طبعا مرت مرحلة استقرار لا شك أنها كانت مكلفة، وأنا مع الرئيس بوتفليقة في القول أن هنالك إنجازات اجتماعية وسياسية هامة في هذه الفترة أدت إلى استقرار الجزائر، وكل من يزور الجزائر يدرك أن فيه قدر من الحرية، فيه قدر من، ولكن هنالك طبعا جروح، هنالك ندوب، وهنالك مطالب أكثر في الحرية ومكافحة الفساد. وأنا أعتقد أنه لديهم الآن قدر كافي من الاستقرار الذي تحقق ووضع اقتصادي كافي أن ينطلقوا في حالة إصلاح، وأنا أرى في خطاب الرئيس الجزائري حاليا اتجاه من هذا النوع. لا شك أنه يستطيع الإنسان أن يميز يعني بين خطاب معادل للإصلاح وبين خطاب إصلاحي. الرجل قال ما ينوي فعله بشكل خافت وهادئ وبدون تهريج، بشكل خافت وهادئ ما فعله وما ينوي فعله. الآن هذا يتيح للمواطن على الأقل أن يحكم فيما بعد ماذا سيجري، ولكن واضح أخت ليلى أنه إحنا نعيش فترة عربيا عموما يعني لن تنتهي إلا بتحول كل الدول العربية إلى دول ديمقراطية، وأقول كافة الدول العربية ستتحول إلى دول ديمقراطية، وأنا أقدرها في هذا العقد. يعني يذكرني بالعقد اللي مر في أوروبا بين 1830 و 1848، عقدين في الواقع، اللي كانت فيها تنشأ ثورة ديمقراطية وتهزم، وأخرى تربح وأخرى تتراجع، مش بالبث المباشر 20 عام. وفي النهاية كانت أوروبا كلها تتجه إلى قيام الدول القومية وأنظمة. الآن نحن أعتقد أن نمر في هذه الفترة بظروف أعقد، متأسف بظروف أسرع، بوجود البث، بوجود تطلعات، بوجود أنظمة ديمقراطية أخرى جاهزة بالعالم، لا أحد يبدأ من الصفر الآن. وباعتقادي أرقى، الثورات العربية أرقى بكثير مما أعرفه في أوروبا في تلك الفترة. الآن حالة الجزائر حالة الآن نظام يستنتج أنه يريد أن يبدأ الإصلاح قبل أن تأتيه تحركات أخرى أو تتوسع من الشارع، ويتحدث عن إصلاح سياسي، عن إصلاح كذا. في حد أدنى من التعددية الحزبية في الجزائر، وعلى فكرة في حد أدنى من الحرية الصحفية. في مشكلتين أساسيات يعني من المواطن الجزائري باعتقادي متعلقات ب إنه ليس بالضبط مفهوم من يحكم. يعني هنالك وجوه إكس فيسز خلف النظام متعلقة بالنخبة العسكرية الحاكمة التي غير خاضعة لأي محاسبة ومساءلة ومجهولة الوجوه تقريبا، غير معروفة حتى، مجهولة الوجوه، وفي قضية الفساد. وأنا أعتقد أن هذه قضايا كل ما تقدم الرئيس باتجاهنا، نحن نفضل على فكرة في كافة الدول العربية أن النظام القائم إذا كان يحظى بشرعية وطنية كافية أن يقود هو عملية الإصلاح. هذا تفضيل، ما في حد بحب يتظاهر هواية، هذه ليست هواية. حين يمكن، لأنه في النهاية ليلى أنا قلت هذا في هذا البرنامج 1000 مرة، أن أنظمة الثورات الديمقراطية لا تنتهي باستبدال نظام، تنتهي بإصلاح. يعني الآن الثورة في مصر أو الثورة في تونس بماذا انتهت؟ انتهت أنه تجري الآن عملية إصلاح طويل النظام. الثورات التي استبدلت نظام بنظام أدت إلى أنظمة غير ديمقراطية، كما هي حالة البلاشفة، كما حالة إيران وغيره. لذلك نحن نقول في النهاية الشعب لن يقبل أن يقال له إما أن تقبلني كما أنا أو الفوضى، لن يقبل ذلك. النظام إما أن يقوم هو بعملية إصلاح، أو سيقوم الشعب بإجباره على الإصلاح بواسطة الثورة. لازلنا نسمع من يردد هذه العبارة. لكن أنا باعتقادي هنا بما سمعناه توجد نبرة مختلفة. وسنرى على الأقل الشعب الآن يستطيع أن يحاكم. هل هذا هو يقول حتى في هذا العام، يعني يحدد تايم تيبل واضح، في جدول زمني، في هذا العام سأفعل كذا وكذا وكذا. على الأقل الشعب يستطيع الآن أن يحاسب، يقول في أحزاب يجب أن تتوسع صلاحياتها، التعديل الديمقراطي أغير طريقة الانتخابات، ستزال الجنحة الصحفية، في أمور واضحة. طبعا هذا سيؤدي إلى أنه الشعب يراقب. هذا لن يقلل من فعالية الحركة الشعبية في المظاهرات وغيره، ولكن سيؤدي إلى أن الشعب يرى أن هنالك
إعلان واضح من النظام أني سأقوم بإصلاح سياسي، قمت بكذا وكذا اجتماعيا، الآن أنا لا لأقوم بإصلاح سياسي وسأفعل كذا. أنا أعتقد أنه هذا أمر يعني مختلف عن النبرات اللي سمعناها حتى الآن. على كل كلمة بوتفليقة وما أعلنه فيها من إصلاحات سنتناولها بمزيد طبعا من قد التحليل نختلف معه في تقديرات أخرى، ولكن هذا شأن آخر. سنتناول كل ذلك بالتحليل في لقاءات إخبارية مقبلة. الآن نتوقف عند المحطة السورية، فسوريا اتسعت فيها رقعة المظاهرات لتشمل عدة مدن